احلى حاجه انك ترجع بيتك. انا مبسوط جدا بعودتي لبيتي النادي الاهلي. الفرصه دي انا كنت مستنيها يمكن من يوم ما مشيت من 3 سنين، ان انا بجتهد وبموت نفسي وبحارب عشان اللحظه دي. فما اظنش ان انا هضيعها من ايدي، يعني ان شاء الله ابقى قد ثقه الاداره والجهاز الفني والجماهير، واقدم موسم كويس ان شاء الله ومزيد من بطولات ان شاء الله. يعني الاحساس ده اوضحه للناس، ان هو اكنك مسافر بره بلدك سنه او سنتين او 3 وخلاص انت في المطار وراجع بلدك تاني. فهو دي اقرب حاجه ممكن اوصفها او اقول لكم يعني الشعور اللي جوايا. فانا مبسوط جدا ان انا رجعت لبيتي، يعني طبعا محظوظ ان انا راجع على فرصه زي دي، فرصه كاس عالم للانديه، ان انا اشارك فيه ان شاء الله. وهعمل اللي عليا وهجتهد وهموت نفسي واتمنى بس دعم الجماهير ليا. طبعا انك تواجه لعيب زي ميسي، احسن لعيب في العالم، هو وكريستيانو وصلاح، دول على المستوى الشخصي بحبهم جدا. انك تواجه لعيب زي ميسي طبعا دي فرصه ما اظنش حد هيضيعها. ان هو هعمل اللي عليا، هعمل اقصى حاجه ممكن اعملها، ان انا اطلع مستوايا كويس، ان انا ان شاء الله نطلع بالمكسب في الماتش ده بالذات. هيفرق معانا جدا ان هو اول ماتش والافتتاح. فانا شايف الفرصه دي مش هتتعوض، وان شاء الله نكسب الماتش ده. يعني النسخه دي اصعب من النسخ اللي قبل كده. انت يعني بعد المجموعات لسه في ادوار تانية، انت داخل هتبقى كلها ماتشات صعبه. فانا بتمنى ان احنا نصعد للنهائي وناخد البطوله، وكل واحد فينا يعمل اللي عليه ومحدش يقصر، وكل واحد بس يحس ان هو من جواه عمل كل حاجه يقدر عليها. يعني أنا اي حاجه مثلا بشوفها للنادي الاهلي، سواء قرعه، سواء ان هو صعد يعني في بطوله افريقيا، في الدوري، انا بحس وهم بيقولوا النادي الاهلي، بحس ان انا لسه موجود مع النادي. يعني بحس ان انا على طول الاهلي مثلا هيلعب كذا، بحس ان انا اللي هلعب الماتش ده. فلما جت قرعه كاس العالم انا حسيت برضو نفس الاحساس، ان احنا هنلاعب انتر ميامي وهنلاعب بورتو. يعني حسيت نفس الاحساس اللي بحسه كل مره، بس ما كنتش متوقع ان انا هبقى موجود، بس كنت بجتهد على امل ان انا ابقى موجود في كاس العالم يعني. والحمد لله رجعت البيت. يعني اللعيبه اللي في النادي الاهلي كلها لعيبه على اعلى مستوى، كلها لعيبه كبيره. ويمكن هنا الواحد يتعلم حاجه في النادي الاهلي بالذات، ان يعني انت بتشوف ال11 اللي بيلعبوا، بتلاقي اللي على الدكه مبسوط وفرحان. واهم حاجه يعني كلنا اخوات، اهم حاجه الفرقه تبقى ماشيه كويس، وكل واحد يعمل اللي عليه، وكل واحد مستني دوره، وفرصتك كده كده هتجيلك. فانا شايف ان كده كده اي حد هيلعب هيبقى زيه زي اللي ما بيلعبش. كله هنا ليفل عالي، وكله هنا مستوى واحد. يعني حسام ابو علي بصراحه ليفل مختلف، سواء في التحركات، في الضغط، في الكور الثابته، في الهيدرز، في كل حاجه بصراحه ما شاء الله، مش عايز احسده. يعني الجيل الحالي عامل مواسم جامده جدا. خدنا كذا مره ثالث عالم ورا بعض. بس انا بحب الجيل بتاع 2006 بتاع اليابان، بتاع ابو تريكه. من يوم ما مشيت من 3 سنين، وده تحدي بالنسبه لي ان انا ارجع لبيتي تاني. فما اظنش ان انا هضيع او هفرط في الفرصه دي، ان هي بحمد ربنا طبعا ان هي جات لي. ما اظنش ان انا هفرط فيها، وهعمل كل اللي عليا وهموت نفسي وهشتغل وهركز في الملعب، وان شاء الله اللي في الخير يقدمه ربنا. وبس طالب دعم الجماهير ليا الفتره الجايه، ده هيفرق معايا جدا وهيفرق مع كل اللعيبه. يعني جمهور الاهلي حابب اقول لهم ان انتوا دايما في ظهر اللعيبه، وانتوا اللي دايما منجحين النادي الاهلي. انتوا رقم واحد. دعمكم بيفرق جدا مع اللعيبه. فبتمنى ان انتوا تبقوا معانا في ظهرنا في كاس العالم، ونتمنى دعمكم لينا.